حبايبي، اهلا وسهلا بيكم في قناتي، واهلا وسهلا بيكم في فيديو جديد من فيديوهات الكروشيه. النهارده ان شاء الله هنحاول نعمل مع بعض النموذج الحلو ده للفستان الجميل ده. الفستان بيبقى فيه كذا لون. في اللون اللي هو مدي على لبني او تركواز شويه، وفي اللون الموف الفاتح للحزام، الجزء ده للصدر وده للحزام والفيونكه، وفي الروز بدرجاته، اي درجة منه ده للجيبة بتاعة الفستان. وكمان من لون الصدر هنعمل الديل بتاع الجيبة، وبعد كده هنطور ورود صغيرة عليه. لو حبينا نعمل ورود كروشيه هنعملها من نفس ألوان الفستان، وورود رفيعة صغيرة. لو حضرتك مستكترة عدد الورود اللي حضرتك هتعمليها، لو انها بسيطة يعني مع ورق الشجر، في محلات اللي هي بتبيع الخيوط وبتبيع اللي هي مستلزمات الخياطة، بيبقى فيه ورود صغيرة اللي هي بتتلزق بالشمع، مسدس الشمع. بتبقى حلوة قوي ان احنا نجيبها، وبالالوان برضو بتاعت الفستان، ونبتدي نطورها على الفستان. انا بديكي بس فكرة عن الفستان هنبتدي نعمله ازاي. كمان حابة اقول حاجة، انه الصدر ده صدر واسع شوية. كان في اخت فاضلة او صديقة جميلة سألتني في فستان اللي فات، وقالت لي انت ابتديتي عدد كبير من الغرز. انا رديت عليها في الكومنت، العدد الكبير ده مش عبارة عن دوران الرقبة اللي هي من فوق دي، اللي هو الجزء اللي فوق ده دوران الرقبة اللي بيبقى على قد الرقبة. لا بصي حضرتك، ده نازل شوية، فانا ما باخدش لا السطر الاولاني ولا السطر التاني من حدة الرقبة، انا باخد السطر رقم 3. يعني فرضا لو قلت الجزء ده بحوالي 16 غرزة، لو كان على دوران الرقبة مخنوق 16 غرزة، السطر الأولاني بزود عليه 4 يبقى 20، السطر التاني بزود عليه 4 يبقى 24، يبقى بدل ما ببتدي الجزء ده ب16 ببتديه ب24 غرزة. أنا حبيت بس أفهمكم إنه ده يعتبر أنا بادية كده من السطر رقم 3، السطر رقم 3. ليه؟ عشان خاطر يديني الاتساع ده، لانه الفستان لا فيه فتحة من ورا ولا فيه فتحة من قدام، لا من الخلف ولا من الامام، بيتلبس على طول من الراس كده، فلازم اوسع الجزء ده. هنحضر الخيوط بتاعتنا اللي هي في الفستان. ممكن حضرتك لو عندك خيوط تانية ماشية مع بعضها وتديكي نفس التنسيق مفيش اي مشكلة. انا شايفة الفستان موديله اصلا حلو، وممكن نألف الالوان كما يحلو لينا. هنبتدي النهاردة الجزء الصدر ده، وهنشوف هنقدر نكمل لغاية فين، وإن شاء الله نخلصه مع بعض وتبتدوا معايا وتعملوه لأحلى بنات بإيدين أحلى أمهات. يلا بينا بسرعة نبتدي الشغل. الألوان اللي أنا هستخدمها للفستان، هنا عندي اللون اللي هو البترولي شوية، وعندي اللون الموف، وعندي اللون اللون الروز واللون الموف. وبعد كده هنشوف بواقي الخيوط اللي هنعمل بيها الورود. واتمنى يا رب يطلع الفستان حلو وينال اعجابكم، واتمنى كل اللي قدمه يا رب يعجبكم. كمان هستخدم إبرة كروشيه رقم 2، والإبرة بتبقى مناسبة للخيط، مش كل إيد زي بعضها. وزي ما دايما بقول لحضراتكم، ما تتقيدوش بعدد الغرز، تقيدوا بالمقاس صغير حضرتك مش هترتبطي بيه، لكن كل واحدة بتعمل المقاس اللي حسب عمر البنوتة بتاعتها. ولما بتبقوا عايزين أي مقاسات بتبعتولي برد عليكم في الكومنتات. فانا لو اعتبرت ان دوران الرقبه للسن اللي انا هعمله، اولا انا هعمل النسبه بين الامام والخلف مع بعض الى الاكتاف بنسبه 3-2، يعني 3 للامام والخلف و2 الى الى الاكتاف. فانا هبتدي مثلا بدوران رقبه على القد بالظبط، هدي الكتف ده 12 والكتف ده 12 والامام 16 والامام 18 والخلف 18، فالحساب هنا هيبقوا 60 غرزة و4 للأركان، يبقى هبتدي ب64 غرزة. ده لو مخنوق على الرقبة وبتعمل له فتحة بمرد وزراير وعراوي لو كان من قدام أو من ورا. طيب السطر التاني هنا هزود 2، أنا مش هزود هنا 4 لأن أنا هعمل
الركنة بعمود وسلسلة وعمود بس، مش هعمل اكتر من كده، عمود وسلسلة وعمود. فهزود هنا غرزتين من الناحيتين يبقى 20 وهنا غرزتين من الناحيتين يبقى 14 و14. يبقى في الحالة ديت عدد الغرز اللي في السطر التاني هتبقى 68 زائد 4 72. في الحالة التالتة اللي أنا هبتدي فيها بقى إن أنا هزود غرزتين على 20 هيبقوا 22، طبعا أمام وخلف زي بعض، وهنا هزود غرزتين يبقى هنا كتفين زي بعض 16 و16، فهيطلع العدد الكلي 76 زائد 4 للأركان يبقى 80. عرفتوا ليه بقى أنا هبتدي 80؟ أنا المفروض أبتدي 64، بس أنا ما ابتديتش السطر الأولاني لغيته، ما ابتديتش السطر التاني لغيته، هبتدي من السطر التالت. طب ليه يا عفافة تبتدي من السطر التالت؟ عشان الفستان الموديل بتاعه الفتحة مش مخنوقة على الرقبة، الفتحة نازلة شوية زي ما حضراتكم شفتوا في البداية، وكمان مش هعمل له بوفر عليكي فتحة من ورا او من قدام يتلبس على طول. وهنبتدي على طول مع بعض من العدد ده ان انا هبتدي 80 غرزة، وما انساش ان 4 منهم للأركان، والتقسيمة 16 و22 و16 و22. انا هبتدي بالخيط دوت، ده خيط قطن 100% اسمه اوليفيا، خيط اسمه اوليفيا، والخيط ده قطن 100%، والشله دي 50 جرام، وانا كنت جايبه الباكت 6 شلات على بعض الستة ب90 جنيه، يعني الشله ب15 جنيه اللي هي ال50 جرام، ال50 يعني ال100 جرام ب30 جنيه. ده خيط قطن 100%، الوانه ثابته ما بتنزلش ما بتتغيرش، وهنجربه مع بعض. وبعدين هبتدي اعمل غرزه البدايه، وهبتدي اول حاجه اعمل الجزء بتاع الكتف الاولاني، وده عباره عن 16 غرزه. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. ابتديت 16 غرزة بتوع الكتف الأولاني، وبعدين هعمل غرزة زيادة. الغرزة الزيادة ديت عشان خاطر الركنة الأولانية، حابة تحطي فيها ماركر ممكن، مش حابة خلاص، اللي هي الغرزة رقم 17. هبتدي أعد من أول تاني: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22. ودي هتبقى الجزء التاني اللي هو بتاع الأمام. يبقى هزود غرزة للركنة، يبقى زودت غرزة تاني، عملت 22 وبعدين زودت غرزة. هبتدي أعمل 16 غرزة للكتف التاني: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. ال16 بتوع الكتف التاني، وازود غرزة، وبعدين 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 للخلف، وازود غرزة. يبقى انا بعد كل جزء انا زودت غرزة، وبعدين هبتدي اعدل السلسلة معايا، اخدها على عدلتها كده، حاول ما لفهاش كده. هبتدي بقى اقفل في الغرزة الاولى واعمل منزلقة، وابتدي اعمل اول غرزة
غرزة عمود. هعمل ايه؟ هعمل واحدة سلسلة وهعمل غرزة العمود في نفس المكان عشان القفلة. كان في واحدة سألتني قالت لي القفلة بتبان، فأنا هعمل طريقة تانية غير اللي بنقفل بيها كل مرة عشان لو معرفتوش بالأولى نعرف بالتانية. عملت عمود، يبقى ابتديت سلسلة وعملت عمود في نفس المكان. احنا عادة بنعمل العمود 3 سلسلة، لا هنعمله عمود عشان نقفل في نفس المكان. يبقى أنا عملت عمود في أول غرزة، بعد كده هعمل عمود في الغرزة رقم 2 كده 2. اللي بعدها الغرزة رقم 3 هبتدي اشتغل 16 عمود لغاية ما اوصل للغرزة رقم 17 عشان نعمل الركنة الاولى، وهنشوفها مع بعض عشان نكمل السطر لوحدنا عشان ما اطولش بس عليكم وقت الفيديو. اهو عملت كده اعمدة، هعد الاعمدة دي لغاية ما اعمل 16 عمود. عملت كده 16 غرزة عمود بلفة. هبتدي ادخل في الغرزة رقم 17 ودي اول ركنة. هعمل عمود، سلسلة، عمود في نفس المكان. يبقى انا زودت من هنا غرزة اهي، يبقى دي غرزة الركنة الاولانية. وبعدين هدخل في الغرزة اللي بعدها على طول، مفروض اشتغل 22 غرزة عمود وبعدين اعمل الركنة التانية كده. 1 2 دي كده 2 3 هشتغل 22 غرزة عمود. بعد ال 22 غرزة في الغرزة رقم 23 هبتدي اعمل ركنة تانية، اعمل عمود، سلسلة، عمود، ويبقى دي الغرزة رقم 2 الركنة رقم 2. وابتدي اشتغل بقى السطر كله. هيبقى بعد ال 22 في 16 وركنة وبعدين في 22 وركنة، وهرجع معاكم بعد ما اقفل السطر. حبايبي اخر ركنة هعملها معاكم، هعمل عمود، سلسلة، عمود في نفس المكان، وبعدين هقفل في الغرزة اللي انا كنت عاملاها اول سلسلة بغرزة منزلقة. ويبقى انا دلوقتي عملت السطر الاول. انا حددت لكم بس الاركان بماركر عشان بس تبان قدامكم. وزي ما قلت ده نموذج صغير، يعني ما تستشهديش بيه في الاعداد ولا في المقياس، كل مقاس او كل عمر بيبقى له مقاس. هنبتدي مع بعض السطر الجديد، وعلى السطر الجديد ده هنعرف مع بعض هنكمل ازاي الجزء بتاع الصدر. تاني البداية بقى هنبتدي ازاي. هرتفع واحدة سلسلة بس، مش هرتفع 3 للناس اللي هم بيقولوا القفلة مش بتظبط معاهم. ارتفعت واحدة سلسلة وفي نفس المكان هعمل العمود الاولاني، بس العمود انا عايزه اعمله في الفتله اللي ورا بتاعه الغرزه. يعني شوفي الغرزه فين، الغرزه اهي. هشتغل انا السطر ده في الفتله اللي ورا وهعمل عمود بلف كده. ان شاء الله القفله مش هتبان معاكم. يبقى عملت سلسله وفي نفس المكان، بس انا هنا عشان هشتغل في الفتله اللي ورا في كل السطر فاشتغلت العمود في الفتله اللي ورا. بعد كده العمود التاني اللي بعده هفضل اشتغل الاعمدة كلها في الفتلة اللي ورا لغاية ما اوصل للركنة، وهنشوف هنعمل ايه لان انا هكمل الصدر بنفس الطريقة دي. هكمل بقى انا لغاية الركنة ونشوف مع بعض هنشتغل ازاي. وصلت هنا للركنة وفي عمود قبل الركنة وعمود، العمودين الاتنين اهم هشتغلهم واضمهم للغرز بتاعت الاجزاء اللي انا بشتغلها. عملت عمود فوق العمود بتاع الركنة بتاع الزاوية،
وبعدين هدخل جوه الزاوية واعمل عمود، واحد سلسلة وعمود في نفس المكان، واشيل الماركر والعمود التاني بتاع الزاوية منساهوش اهو، هشتغله برضو في الفتلة اللي ورا واشتغل اكمل لغاية الركنة التانية. انا بشتغل في الفتلة الخلفية من الغرزة مش في الغرزة نفسها، وهكمل السطر كله بنفس الطريقة وطريقة القفلة اللي وريتها لحضراتكم دلوقتي، بداية السطر ونهايته. وهكمل بقى كام سطر للصدر بالطريقة دي ونشوف هنرجع هنعمل ايه. الطريقة دي يبقى انا جوه الزاوية اشتغلت وعملت ركنة جديدة، عمود وسلسلة وعمود. حبايبي كده خلصت الجزء بتاع الصدر اللي هو لغاية تحت الباط. المسافة من هنا لهنا بتديكي نص دوران الصدر، يعني لو ضربناها في 2 تبقى ورا وقدام اللي هو دوران الصدر كله. طبعا لما يبقى في المقاس حضرتك عايزة توسعيه بيبقى التوسيع من تحت الباط بنزود غرز زي ما انا هعمل مع حضراتكم دلوقتي، يبقى كده بنظبط دوران الصدر. الحاجة التانية بقيس من اول الكتف لغاية تحت هنا، وده بيديني الجزء ده اللي هو طول الصدر قد ايه لغاية تحت الباط. كمان المنطقة دي الجزء ده اللي هو نص دوران محيط الذراع، وبرضو هيزيد معانا في السلسلة اللي احنا هنعملها، او ممكن ساعة ما بنلضم الكم بنلغي السلسلة دي لو كان الكم مريح يعني اتساعه حلو مش محتاجة اوسعه. كمان لو قست نص دوران الرقبة ده مش هيبقى دوران الرقبة المخنوق، لا احنا قلنا بننزل شوية عشان يديني الاتساع الكبير ده، عشان انا مش عاملة ولا ورا ولا قدام، عاملة فتحة او مرد او زراير او عراوي. ده كل المعلومات بالنسبة للصدر. دلوقتي هنبتدي بقى نقفل الباط مع بعض. هرجع اقفل مع حضراتكم الجزء الاخير، دي اخر غرزة بعملها وبشتغل في الفتلة اللي ورا عشان ما تنسوش. وبعدين بدخل هنا واعمل منزلقة اللي هو في اول غرزة سلسلة انا كنت بدياها، وبعدين ببتدي اعمل واحدة سلسلة وبدخل في الغرزة نفسها اللي هي الغرزة الاولى في الفتلة اللي ورا وبعمل فيها عمود، عشان كده القفلة ما بتبقاش واضحة. هبتدي بقى اشتغل الجزء ده لغاية ما اوصل للزاوية الاولانية، وهنشوف هنشتغل ازاي. انا لسه ما زلت بشتغل بغرزة العمود ابو لفة، وفي نفس الوقت بشتغل في اللفة اللي ورا او في الفتلة اللي ورا، فانا هشتغل لغاية ما اوصل للكرن. وصلت كده للزاوية، الزاوية الاولانية هدخل فيها واعمل عمود، بعدين هعمل 1 2 3 4 5، هعمل 5 سلسلة اوسع بيهم منطقة الصدر. لو عند حضرتك المقاس مظبوط مش هتعملي ال5، لو المقاس يدوب عايز غرزتين 2 بس اعمل غرزتين، لو المقاس عايز اكتر من 5 اعمل اكتر من 5، يعني دي بتختلف من مقاس لمقاس. دي اللي بوسع بيها تحت الباط، بوسع بيها منطقة دوران الصدر. بعد ما عملت ال5 سلسلة باجي على الزاوية التانية اللي وراها على طول وادخل في النص برضو واعمل عمود، وبعدين هبتدي ادخل برضو في كل غرزة في الفتلة اللي ورا واكمل اعمدة لغاية ما اروح للركنة التالتة، الركنة اللي بعد كده. وهنا انا خلاص كده قفلت الكم الاولاني، هيبقى ده اتساعه وده حسب المقاس اللي معايا، مواليد شهر، مواليد شهرين، 5 سنين، 7 سنين، حضرتك بتعملي الدوران حسب المقاس اللي عند حضرتك. هكمل لغاية الزاوية التانية وارجع لحضرتك. وصلت للزاوية رقم 3،
هبتدي ادخل واعمل غرزة عمود في النص، وبعدين 1 2 3 4 5، واروح للزاوية الرابعة والاخيرة اعمل فيها في النص عمود، وبعدين فوق كل غرزة غرزة عمود، لغاية ما اقفل في بداية السطر. بدخل في الغرزة الأخيرة الأولانية السلسلة اللي أنا عاملاها، أعمل منزلقة وبعدين أرتفع سلسلة وأدخل في نفس المكان أعمل عمود، وأبقى كده قفلت الصدر وزودت 5 سنتي 5 غرزة من كل اتجاه. فده طبعا هيديني وسع تحت الباط بالطريقة دي اهي. شايفين الحتة دي الزيادة بس اللي انا زودتها بالطريقة دي. وهبتدي اشتغل بقى على الغرز كلها وانا ماشية، هشتغل لغاية ما اجي تحت الباط واوري لحضراتكم هنعمل ايه تحت الباط. وصلت للمنطقة تحت الباط، هبتدي اشتغل على كل غرزة سلسلة. احنا كنا عاملين 5، كل غرزة سلسلة هعمل عليها عمود كده. ده 2 3 4 5 وبعدين ابتدي ادخل بقى في الغرزة الاولانية برضو في الفتلة اللي ورا، واشتغل بنفس الطريقة لغاية ما اوصل للناحية التانية، ونعملها بنفس النظام ده. ده هيبقى كده شكله تحت الباط. هكمل ونشوف مع بعض الجزء التاني. وصلت لتحت الباط التاني، برضو هشتغل على 5 غرز. 1 2 3 4 5 وبعدين ابتدي اشتغل بقى في الغرزة الاولى، واكمل بقى لغاية ما اقفل السطر. في منطقة الصدر الغرزة كلها انا مش هغيرها زي الموديل اللي شفناه. هقفل بقى في الغرزة الأولى بمنزلقة، ارتفع سلسلة وبعدين في نفس المكان بتاع الغرزة الأولى بدخل في الفتلة اللي ورا واعمل عمود، واكمل بقى كام سطر تاني لغاية ما اوصل لايه للطول الصدر اللي انا عايزاه، اللي هو لغاية الوسط يعني. كده هيبقى بالطريقة دي. ده الشكل.
ده هيبقى شكله. حبايبي خلصت الجزء الاول اللي باللون اللبني ده او البترولي. عملت 8 اسطر لغاية تحت الباط، عملت 7 اسطر لغاية الوسط عشان هنبتدي نحط اللون الجديد اللون الروز. وكمان عملت كم من الاكمام، والتاني هعمله مع حضراتكم. الكم ده عملت عليه سطرين 2 بس، والتاني برضو هنعمل عليه سطرين لانه هو الموديل الكم بتاعه مش طويل. فهبتدي اعمل مع حضراتكم الكم التاني. هلضم الخيط هبتدي هنا من تحت الباط من الجزء بتاع الركنة، هبتدي من الجزء بتاع الركنة وبعدين هبتدي اسحب الخيط واثبته بغرزة سلسلة، وفي نفس المكان هدخل وهعمل غرزة عمود بلفة، بس هسحب لفتين واسيب لفتين على الإبرة لاني هعمل اختصار او تناقص تحت الباط. وبعدين هدخل الغرزة اللي بعدها واعمل غرزة اسحب منها لفتين واسيب الباقي على الإبرة، يعني هسحب مرة واحدة بس. وبعدين الغرزة اللي بعدها دي تالت غرزة، هسحب لفتين، هيتبقى 4 لفات هاخدهم كلهم مع بعض ويبقى كده عملت تناقص. هكرر تاني، هروح للغرزة اللي بعدها، انا عملت كده اشتغلت هنا، يبقى اشتغل في اللي بعدها، هاخد لفتين واسيب الباقي على الإبرة. اللي بعدها دي تاني واحدة اسحب مرة، وتالت واحدة اسحب مرة، وبعدين اسحبهم كلهم مع بعض يبقى عملت اختصار مرتين. مرة تاني هاخد واحدة اسحب لفتين، والتانية اسحب لفتين، وبعدين التالتة اسحب لفتين، وبعدين اسحبهم كلهم مع بعض. وبعدين هبتدي اخد اللي بعدها برضو لفتين، دي تالت واحدة في الاختصار كده مرتين، واخر واحدة اللي هي عند الركنة واسحبهم كلهم مع بعض. يبقى انا اشتغلت كده، خدت غرزة 2 3 4، عملت 4 مرات اختصار من الركنة للركنة، من الركنة للركنة. بعد كده هشتغل من غير اختصار خالص، والغرزة هي الغرزة بس بشتغل فين؟ بشتغل في الفتلة اللي ورا واعمل عمود. هشتغل بقى كده داير ما يدور لغاية ما اخلص السطر كله، اشتغل في اللفة او في الفتلة بتاعة الغرزة اللي ورا. فهكمل بقى انا السطر كله لغاية ما اوصل لنقطة البداية. كده وصلت لاخر غرزة اللي هي ال3 في 1 دول. هبتدي ادخل فيها واعمل منزلقة وارتفع سلسلة، وفي نفس المكان ابتدي اعمل اول عمود لان ده السطر التاني. هعمل فوق كل غرزة غرزة. الغرزة اللي بعدها اشتغل برضو في الفتلة اللي ورا، واكمل السطر كله فوق كل غرزة غرزة عمود، ويبقى انا عملت حردة للكم من تحت الباط. حبايبي كده خلصت الكم، عملت فيه سطرين، وكده يبقى خلص النص الاولاني من الفستان، النص الاولاني من الفيديو اللي هو باللون الازرق او باللون البترولي حسب ما بتشوفوه في الكاميرا شكله ايه، لان الكاميرا بتغير اللون.
هيبقى بعد كده فاضل بقى الجيبة بالألوان بتاعتها والحزام والفيونكة، ونبقى خلصنا الفستان. إن شاء الله يا رب يعجبكم. أتمنى لكم يا رب دايما تعملوا أحلى حاجة لولادكم، أحلى حاجة لبناتكم بإيديكم الحلوة، وتطلع كل حاجتكم حلوة. حبايبي المقاس اللي انا بعمله ده نموذج للتعليم، نموذج صغير زي ما قلت لحضراتكم. المقاسات بتطوعيها للعمر والسن او وزنها، وده بيخليكي تشوفي المقاسات ايه. بتاخدي دوران الرقبة بس مش مخنوقة، بتبقى نازلة شوية. بتاخدي دوران الذراع اللي هو الفتحة بتاعت الذراع، بتاخدي المسافة من الكتف لغاية الصدر تبقى طول الصدر. بتاخدي المسافة من الكتف لغاية تحت الباط، بيبقى الطول بتاع الصدر لغاية تحت الباط بس، وهنا ده لغاية الوسط، طول الصدر لغاية الوسط. كمان بناخد مقاس او دوران الوسط، الجزء ده اضربه في 2 بيبقى دوران الوسط كله. هنا بنشوف كمان طول الكم ده حسب ما احنا عايزين، مش بيبقى مرتبط بسن معين. في ناس بتحب الكم قصير او الكم طويل، فدي المقاسات لا ترتبطي بيها اللي انا عملتها. دي نموذج للتعليم، لاني مش معقولة اعمل موديل واحد لشخص واحد، لكن ممكن اعمل موديل يبقى عام للكل عشان خاطر الناس كلها تستفيد. وانا بشرح بقول الطريقة تاخدي المقاسات ازاي، ولو حابين تسألوني على اي مقاسات انا هقول لحضراتكم. بفضل الطفلة اللي اكبر من 5 سنين وموجودة معاكم تاخدوا حضراتكم المقاسات عليها، ده بيبقى افضل من المقاسات الستاندر. لانه في اطفال، وده قلته قبل كده، في اطفال بتبقى جسمها مليان، في اطفال بتبقى جسمها نحيف جدا، فما بيبقاش مظبوط عليها. لكن لو هي قدام حضرتك ممكن تاخدي المقاسات عليها. بشكركم حبايبي على كومنتاتكم الحلوة، وعلى اشتراككم، وعلى لايكاتكم، وعلى دعمكم لقناتي، ان انتوا بتكبروها. بشكركم جدا جدا جدا. وبتمنى اللي ما اشتركش لسه في قناتي وشافها ولقاها عجبته يا ريت يشترك. واتمنى لو عجبكم الفيديو تعملوا لايك وشير وكومنت عشان الفيديو ينتشر، قناة تكبر بيكم حبايبي. ميرسي ليكم كلكم، شكرا، بحبكم كلكم. ثانك يو، باي باي.